من هم أعضاء بكك الذين التقوا بأوجلان في إمرالي؟ فصدر لقاء حزب المساواة والديمقراطية الشعوبي دام بارتي مع أوجلان في إمرالي المشهد السياسي وعناوين الأخبار ووسائل الإعلام التركية والكردية في الأيام الأخيرة. مسألة إمرالي التي يتم تصويرها وتقديمها كمحطة أساسية لتغيير مصير ومستقبل كردستان مسألة متشعبة بالغة التعقيد، فقضية إمرالي لعبد الله أوجلان وطريقة استخدامها تجاه الكرد باتت من أهم القضايا التي يجب أن يركز عليها الباحثون الراغبون عن تقصي السوسيولوجيا والسياسة الكردية. فخلال الربع القرن الماضي يتم توجيه الكرد وإدارتهم وفق وجود أوجلان في إمرالي والمفاهيم والأفكار المصطنعة في إمرالي. الموضوع الرئيسي المفروض على الكرد من إمرالي هو: هناك بطل مسجون قيده الأعداء بسلاسل حديدية، لو حطم سلاسله فسينقذ العالم وسيتحرر كل شيء. هذا السيناريو ملائم لمصلحة كل من دولة تركيا وبكك وأوجلان على حد سواء، حيث يتم إخضاع الكرد والتحكم بهم من خلال بكك كما يتحكم ببكك من خلال أوجلان، بينما تتحكم الدولة بأوجلان وفيه، مما يعني أن الدولة التركية تتحكم بالكرد من خلال أوجلان وتنظيمه بكك. فهناك معادلة متوازنة بين دولة تركيا إمرالي بكك، لذلك لا أحد يريد تغيير هذا التوازن أو قواعد اللعبة وهذا الوضع. فما يسمى بالنظام إمرالي هو في الواقع لعبة يتم من خلالها التحكم بالكرد وإخضاعهم، فهو في حقيقته ليس إلا شكل من أشكال الاستثمار صنع لاستغلال أحاسيس الكرد وشدهم بأوجلان عاطفيا. فليست هناك عزلة أو تجريد في إمرالي على الإطلاق، ولم تنقطع اللقاءات والاجتماعات بين دولة تركيا وأوجلان. فمنذ أوائل الألفية الثانية تم خداع شعب باكور كردستان وتضليلهم بادعاءات كام أوجلان مريض، أوجلان تحت عزلة شديدة، تم حلق شعره عنوة، تم تسميمه بالمواد الكيميائية والسموم وما إلى ذلك من الادعاءات، فتحكموا بالشعب واستخدم في العديد من الأنشطة والفعاليات. وبينما كان الناس يقيمون هذه الأنشطة والفعاليات، كان أوجلان يشاهد ما يحدث في الخارج بشكل يومي ويلتغي بتنظيمه والدولة، بل حتى أنه التقى بكوادر بكك وقادته الزوار المنتظمون لإمرالي يوكسال جينج وصبري أوك. مثال ذلك إحدى اللقاءات التي لم يتم كشف النقاب عنها مطلقا لغاية اليوم هو اجتماع عام 2006 وزيارة كوادر قيادية لبكك لأوجلان في إمرالي. بعد وصول حزب العدالة والتنمية AKP إلى السلطة، أراد بناء هيمنته ونفوذه وبسطهما، وذلك من خلال محاربة مؤسسة أرجنكون والكماليين في الدولة والجيش. وكان إمرالي أحد أعمدة هذه الهيمنة، ومن أجل إظهار أنه أكثر قيادة وريادة وأكثر ليونة من الجيش التركي، قرر AKP إرسال كوادر نظمتهم الدولة نفسها إلى إمرالي. وبعد تموز عام 2006 حاول AKP تسريع هذا التحول وهذه العملية من خلال إرسال خطاب مباشر لبكك، واتفق الحزب الحاكم وبكك على اختيار 3 أسماء: صبري أوك، يوكسال جينج، وأحمد ترك. في البداية قام صبري أوك بزيارة قنديل وبعدها التوجه إلى إمرالي. تم نقل هؤلاء ال3 بطائرة هليكوبتر أعدتها الدولة خصيصا لهذه الزيارة من اسطنبول إلى إمرالي. وبعد هذا الاجتماع تم إرسالهم إلى قنديل. تنقل هذا الوفد فيما بعد بين بكك وإمرالي، بحيث وصل الأمر إلى تعيين صبري أوك كممثل أوجلان في تركيا، وخاض نضالات أعمال الحزب في تركيا لسنوات. فصبري أوك هو بطريقة ما القاسم المشترك لبكك قنديل إمرالي. بعدها أدار نفس المهام في بروكسل، وبعد عام 2015 استقر في روجافا كردستان وأدام نفس المهمة ونفس الوظيفة. أما يوكسال جينج فهي أيضا أحد الأسماء الرئيسية في محادثات بكك قنديل ولقاءاتهم. يوكسال جينج والتي انضمت إلى رفوه بكك عام 97 تستخدم الاسم الحركي جيان البستان في التنظيم. انضمت إلى أولى مجموعة السلام عام 99 والتي أرسلها بكك إلى تركيا، وعملت لاحقا كمسؤولة في النضالات الاستراتيجية لبكك في تركيا مثل المنسقة العامة لأعمال الصحافة والنشر، وبات ينظر إليها كمثقفة بعيدة عن أطر بكك. كما حاولت هي أيضا الحفاظ على علاقاتها مع كل من الدولة وبكك. وعندما تم اعتقالها عام 12 ذكرت الدولة بموقفها ودورها بشكل غير مباشر، وقالت: لم أخفي أبدا وجهة نظري بشأن السلام والحل. فتم إطلاق سراحها مباشرة بعد أيام.
والآن تم توظيف يوكسل كينج كمنسقة مركز أبحاث السياسة الاجتماعية سامر في آماد. هذان الاسمان أي صبري أوك ويوكسل كينج زارا إمرالي مرارا وتكرارا. توثيق هذه الأمور كمعلومات وبيانات فنية مهم للغاية، لأنه يتم خداع الشعب وتضليله من خلال حرمانهم من مثل هذه المعلومات. إن الفهم القائل بأن هناك عزلة مشددة في إمرالي إذا اجتمع وجلان والدولة وبككة سيتم حل جميع القضايا ليس صحيحا، لأن اجتماعات ولقاءات إمرالي قنديل الدولة لم تنقطع يوما ما. فقبل بضعة أيام توجه وفد بقيادة الرئيس المشارك لدان بارتي تولاي حاتم جولاري إلى السليمانية، وأوصل رسالة من إمرالي إلى قادة بككة، كما حمل معه رسالة من منظومة بككة كاجكا إلى إمرالي. هذه الشبكة الخفية من العلاقات والمستمرة طيلة 15 عاما لم تفعل شيئا سوى دمار الكرد وضياعهم. الحل الحقيقي لا يتحقق من وراء لقاءات سرية في بروكسل وأنقرة وإمرالي والسليمانية. هذه اللقاءات والمحادثات ليست من أجل مستقبل الشعب وحل القضية الكردية على الإطلاق، بل هي فقط للحفاظ على بقاء ووجود بككة وتحقيق مصالح الدولة التركية.